الشديد. الناس بتستنزف يوميا في المرور كتير جدا من عمرهم وبيشتكوا، مفيش حد بيسمع الكلام للاسف الشديد. فتخيلوا ان حضراتكم مشوار بياخد بكتير قوي 25 دقيقه لساعتين، لان مفيش ولا ضابط ولا عسكري واقف على الكباري او الحته اللي فيها زحمه، فانا بعتذر على التاخير. الحاجه الثانيه، سعيد جدا ان نجاة عبد الرحمن واحده مواطنه مصريه محترمه عملت اللي عليها. مش بعتبرها بطله ولا بعتبرها عملت شيء خارق، انما بعتبرها مواطنه مصريه عربيه عملت الدور المنوط بها ان هي تعمله كاي واحده محترمه. صحفيه حقيقيه سافرت وخاضت التجربه وجت كتبت الحكايه. مشوار نجاة عبد الرحمن والعنت اللي شافته على كل المستويات، على كل المستويات، مش نتيجه لان هذا الرجل موجود بجانبي. لو مش موجود كنت هقول الكلام ده. هو الوحيد اللي كان واعي جدا، كان متفهم المساله جدا، وعمل دور غير عادي. انا ما اقدرش اكرره واقوله كتير بس انا بقوله يعني. لو حضراتكم شفتوا تجربه نجاة عبد الرحمن هي تجربه كل شريف في هذا البلد. كل شريف في هذا البلد ما عندوش شله ولا جماعه ولا حزب ولا لوبي ولا حد يطبل له، بيمشي في الحياه وبينتهي ما حدش يعرف عنه حاجه خالص. انا طلعت اكتر من مره قلت ان نجاة عبد الرحمن تستحق التكريم وتستحق وسام عالي جدا جدا، نتيجه لان الكلام اللي هي شفته على المستوى المهني والمستوى الشخصي لا يستطيع اي حد ان هو يتحمله. في رجال كتير جدا وناس اسماء كبيره جدا قدام اول لحظه عنت من الدوله او من النظام هاجروا وراحوا قطر وتركيا وراحوا بعضهم راح اسرائيل انتقاما من اللي حدث فيه في وطنه اللي ما كانش حنون معاه. نجاة عبد الرحمن كان متعلق صورها في ميدان التحرير يتقال عليها كذا وكذا وكذا وكذا. الدوله المصريه والنظام المصري كانت محتاجه في لحظه من اللحظات حد يطبطب عليها، ما يقولهاش اي حاجه بس يطبطب عليها. ما حصلش ومش هيحصل. النهارده ان حضراتكم موجودين ده انجاز غير عادي. انا متاثر جدا بقصه نجاة عبد الرحمن لانها هي قصه كل شريف في هذا البلد بيقدم اللي عليه ولا يجد التكريم وربما يجد الظلم والاضطهاد والعنت. متشكر. والآن مع الدكتور محمود صلاح.